السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. وصفة اليوم غادي تكون عبارة عن حلوة ديال الشهدة. حلوة اللي هي تقليدية وقديمة. غادي نحضرها اليوم بالنسخة الصحية الطبيعية اللي كتجي لذيذة بزاف وكتذوب في الفم. غادي نحضروها بمقادير اللي هي طبيعية ومقادير اللي هي صحية، و يعني نفس تقريبا نفس المقادير ديال الغير صحيه، غير غنستبدلوهم بمقادير اللي هي مزيانه. عندي هنايا كاس ديال اللوز بقشور ومطحون، لوز بلدي من طبيعه الحال، نص ربعه ديال الزبده من اصل حيواني، وجوج بيضات بلديين، وعندي كاس ديال يوغورت اللي هو طبيعي بدون سكر ولا بدون نكهه، عندي كاس لاروب ديال العسل، وتقدروا تستبدلوه بكاس ديال التمر مطحون، وعندي معلقه ديال المزهر، ونص معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره بيو، نص كاس ديال بيبيت شوكولا، وعندي هنايا تقريبا غنحتاجوا واحد 4 ديال الكيسان ونص ديال الفرينه بلديه اللي محيده ليها النخاله الغليظه فقط، يعني خلينا ليها النخاله رقيقه. بطبيعه الحال غادي نبداو بالبيض. غادي نضيفوا ليه كاس ديال اللوز، ثم غنضيفوا مزهر، ومزهر كنحيدو به فقط الزفره ديال البيض، وغادي نديروا الزبده. من الافضل البنات تكون اصل حيواني، كتجي زوينه بزاف وتكون فيها 82% دو لا ماتيير غراس، يعني 82% من الماده الدهنيه، ما تكونش يعني اقل. وعندي هنايا كاس لاروب ديال العسل، راني بارطاجيت معكم النوع ديال العسل اللي كنخدم به، اولا كاس ديال التمر مطحون. ثم غادي نضيف كاس ديال اليوغورت، هنا بدون سكر وبدون نكهه، من الافضل يكون ديال الماعز ديال الشرقي واللي كناخذ دائما. وعندي نص كاس ديال بيبيت شوكولا، تقريبا 74% ديال الكاكاو، و راس المعلقه كيف قلت لكم نص معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره ديال الحلويات. ودابا غنبدا نضيف في الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق، عندي هنا 2 3، وغنخلط بالضراب، ثم غادي نعاود نخلط بسباتول حتى ما كندلكوش، فقط كنخلطو. يعني الا دلكناها راه كتبدا تخرج منها الزيت، وغيولي تاخذ لينا كميه كبيره ديال الدقيق وتجينا الحلوه ديالنا قاصحه، يعني فقط غير نخلطو. دابا غير تنسجم ليا هاد المقادير، غادي نبدا نضيف عاوتاني في الكميه المتبقيه ديال الدقيق. هنا الكاس الرابع. بالنسبه للكاس الاخر الخامس راه غادي ناخذ منه فقط النصف. كيف ما كتشوفوا هاني راه ما كندلكش، فقط كنحاول ندخل الدقيق في العجينه كي بحال الا كنخلطوا الحرشه. وغنحاول نبقى نجرب باش يعني ما نكثرش الدقيق. تبدا تكور ليا العجينه صافي نحبس، ما نبقاش نضيف الدقيق. دابا صافي يعني راه عطيتها 4 ديال الكيسان ونص، بارك عليها، يعني من دقيق كما كتشوفوا راه تكورات. دونك غادي نخليو العجينه ديالنا ترتاح واحد 5 دقائق، وندوزو نقادو الشكيل ديال الشهده. كما كتشوفوا المرشم ديال الشهده راه معروف، وغناخذ ميزان غنعبر فيهم 25 غرام باش كيجوني في وزن في قياس واحد. كما كتشوفوا داك الشكلاط مع سخون الحال يعني بدا كيذوب شي شويه. غنحطها في صفحه ديال الفرن ونورك عليها بالشهده من بالمرشم ديال الشهده. بالنسبه للمرشم اما ديروه في الزيت اولا في الدقيق، انا كنديروه في شويه ديال زيت الزيتون كندهن ليه الجوانب باش ما كيلصقش. وراه كاين المرشم الاخر البيض اللي كتراسي به وكتدفعيه، داك البيض كيكون حتى هو زوين. انا حاليا متوفر ليا غير هذا. غادي نستمر حتى كنشكل العجين ديالي كامله على شكل شهده. وغادي ندوز دابا باش يعني نقول لكم على الفرن. ديجا كنت مسخناه على 160 درجه الفوق والتحت. غادي نحطو في الطبيقه الثانيه حتى كطيب ليا الحلوه ديالي مزيان، وكنعاود نشعل عليه يعني كنقربوا عاوتاني للفوق، لانني كنت شاعله عليه الفوق والتحت حتى كتحمر ليا شويه. كما كتشوفوا هذه الحليوه ديالي كتجي الروعه روعه روعه، عرفتي كتذوب في الفم البنات مع فيها الزبده، ولا كانت من اصل حيواني راه كتعطي واحد المذاق خطير. والمذاق ديال اللوز والزهر والشكلاط كذلك، دوك الطريفات ديال البيبات شوكولا كيفاش كيذوبوا. شكرا بزاف على المشاهده.